السلام عليكم، أنا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. أهلا بيكم في الفيديو أهم فيديو في البلاي ليست. قصة البلاي ليست كلها، البروجكت اللي احنا ماشيين عليه كله من الأول للآخر. ده الفيديو ده بنعمل فيه الترانسفورميشن الداتا وبنجهز الداتا للماشين ليرنينج موديل. واحنا اتكلمنا ان الداتا هي اهم حاجة في البروجكت اصلا. فالفيديو ده يعني ايه؟ ده يعني لو هتتفرج على فيديو في البلاي ليست كلها اتفرج على الفيديو ده. احنا ان شاء الله النهارده السكشن اللي هنشتغل عليه اسمه prepare the data for machine learning algorithms. هنشتغل على الداتا، هنعمل transformations، هنجهز الداتا للماشين ليرنينج موديل. اول حاجه محتاجين نتكلم عليها ان الداتا في الاول خالص بيتعمل لها كليننج. ايه بقى الكليننج؟ قبل ما بيتعمل للداتا كليننج ممكن بيتعمل للداتا سانيتي تشيك اللي هو ان انت بتشوف الداتا دي منطقية ولا لا. يعني مثلا المرتبات، الناس بتاخد الاف ما بتاخدش 5 جنيه. ده مثلا سانيتي تشيك. دي ستيب ممكن تتعمل قبل حتة الداتا كليننج. احنا بقى نتكلم دلوقتي على ايه؟ على داتا كليننج. ايه بقى هي الداتا كليننج؟ الداتا كليننج ان الداتا بننظف الداتا، يعني ترجمة بس كده. اللي احنا هنعمله هنا هنتكلم عليه حتة الداتا كليننج، ان الداتا بتكون ميسنج. يعني مثلا ايه؟ احنا عندنا كذا رو، عندنا رو الهاوس هولدز، البوبيليشن، لونجيتيود، لاتيتيود كده. فانت مثلا ممكن يكون عندك في رو البوبيليشن، عندنا روز كتير، عندنا 16000 رو. ممكن يكون في كذا رو منهم ميسنج الفاليو في البوبوليشن، زي ما هو موجود في الجراف هنا. يعني الجراف هنا في كذا كولوم، والداتا بوينتس هي اللي هي الروز اللي هي من 1 لحد الاخر خالص. فالحاجات الجراي دي حاجات ميسنج. فاحنا ما ينفعش ندي للماشين ليرنينج موديل حاجات ميسنج في الداتا كده. فاحنا محتاجين نهندل الموضوع ده. بنهندله ازاي؟ في كذا طريقه. في ممكن نشيل الكولوم اللي فيه الميسنج فاليوز دي. يعني هو لو كل من البوبوليشن، لو احنا عندنا مثلا 1000 داتا بوينت وكل من البوبوليشن ميسنج فيه 300 فاليو، فهو الداتا كلها موجوده، بس كل من البوبوليشن موجود فيه داتا في 700 داتا بوينت بس. هو كده الكولوم اصلا مش يعني مش هيفيدنا، ميسنج فيه حاجات كتير قوي. فاحنا ممكن نشيل الكولوم اصلا، نشيل الكولوم كله. ده حل من الحلول. مش احسن حل ان احنا الحلول الديستراكتيف دي ان احنا نرمي؟ احنا على طول هدفنا واهتمامنا وعايزين دايما نزود الداتا. فان احنا نقعد نشيل الكولوم دي برضو مش اول حاجة احنا بنروح لها كده كده يعني. حل تاني ان احنا نعمل ايه؟ حل تاني ان احنا الرو اللي ميسنج فيه الفاليو بتاعت البوبوليشن دي ممكن نشيل الرو برضو، نمسح الرو كله. بس ده برضو حل ديستراكتيف، ده مش احسن حل. في حل بقى اللي احنا بنستخدمه، اللي هو ان احنا نعمل امبيوتيشن. ايه بقى نعمل امبيوتيشن؟ امبيوتيشن ان هو ان احنا نملى الفاليو الميسنج دي. طب هنملاها بايه؟ ممكن تملاها، هنملاها بايه؟ ده بقى السؤال بقى. يعني ده اللي ممكن نعمل فيه حاجات كتير قوي. ممكن نملاها بكونستانت فاليو. يعني مثلا اسهل حاجه ان انت مثلا لما يكون في المرتبات عندك ميسنج فاليو في كولوم سالاريز، ممكن تحط مثلا كونستانت فاليو 5000 جنيه مثلا تثبتها على كله. ده حل من الحلول. ممكن تحط الافريج بتاع الكولوم وتملى بيه. ممكن تحط الميديان. ممكن تستخدم ماشين ليرنينج مودلز في ان هي تعمل بريدكشن للميسنج فاليوز. يعني شايف احنا جبنا منين الماشين؟ احنا هدفنا في الاخر اصلا ان احنا نترين ماشين ليرنينج موديل. احنا جينا دلوقتي هنستخدم ماشين ليرنينج موديل في ان احنا نقدر نعمل امبيوتيشن للميسنج فاليوز دي، وبعد كده بدل ما نعمل داتا ست نبقى جايين مستخدمينها كلها في ان احنا نترين ماشين ليرنينج موديل تاني. ف ايه بقى؟ يعني في حاجتين، يعني ايه يعني بيستخدموا دايما. اتنين ماشين ليرنينج مودلز يستخدموا في الامبيوتيشن عشان هم ستريت فورورد قوي يعني، وموجودين ليهم الفانكشنز بتاعتهم على اسكيلرن جاهزين، يعني بتستخدمهم على طول، مش محتاج تكتب لهم حاجه من الاول. ممكن تستخدم الكي نير سنيبر.
تعالى بقى نتكلم على ايه هو الكي نيرست نيبر. الكي نيرست نيبر ده نون بارامتريك ماشين ليرنينج موديل. يعني هو كنت اتكلمت عليه في الاول، اللي هو الماشين ليرنينج موديلز اللي احنا بناخدها معانا كده عشان ايه، عشان معانا من زمان، اللي هم يعني ماشين ليرنينج موديلز على قد كده. بيعمل ايه بقى الكي نيرست نيبر ده؟ الكي نيرست نيبر، احنا في الصوره هنا عندنا الصوره الخضراء دي انون، احنا مش عارفين الكلاس بتاعها احمر ولا ازرق. دي اللي احنا عايزين نعمل لها بريدكشن، عايزين نعرف الكلاس بتاعها ايه، احمر ولا ازرق. فالكيني سنيبر بيقول لك ايه كي. الكي دي ده هايبر بارامتر احنا بنحطه. انت ممكن تحط الكي ب3، ممكن تحط الكي ب5، ممكن تحط الكي ب6. هنا مثلا محطوط الكي ب3، فالكي ب3 فهو هيعمل ايه، هيشوف اقرب 3 داتا بوينتس للداتا بوينت المجهوله بتاعتنا دي. وهنا اقرب 3، 2 حمر وواحده زرقاء، فكده الداتا بوينت دي هيتعمل لها كلاسيفيكيشن ان هي في الكلاس الاحمر. لو عملنا الكي ب5، اقرب 5 بوينتس للبوينت المجهوله، في 3 منهم ازرق وفي 2 منهم احمر، يبقى كده البوينت الخضراء دي هتعمل لها كلاسيفيكيشن ان هي ايه، ان هي في الكلاس الازرق. فاحنا ممكن نستخدم الكينيس نيبر في ان احنا نعمل امبيوتيشن للميسنج فاليوز. هيكون عندنا ايه، ان احنا مثلا هي فكرتها هي نفس الكلاس الاحمر ده والكلاس الازرق. انت هيبقى الحاجات الانون في الداتا. يعني انت دلوقتي عندك كولوم حلو، الكولوم ده فيه حاجات انون، الحاجات الانون دي هتبقى اللي هي مثلا التست اللي احنا هنعملها بريدكشن، والحاجات التانية هنعمل بيها تريننج للكينيدي سنيبر. وهو هيمسك كل داتا بوينت منهم ويروح جاي حاططها جوه الكولوم كله، ويشوف اقرب حاجات ليها ايه، ويعمل على حسب بقى. يعني مثلا لو في بوينت اقرب سالري ليها 500 600 800، يعمل لها الافريج. يعني ده حل موجود، الافريج بتاع اقرب 3 بوينتس، ده حاجه برضو في الكيني سنيبر. فاحنا كده بدل ما استخدمنا الكيني سنيبر ككلاسيفيكيشن، هو انا معمول كلاسيفيكيشن في الاكزامبل اللي انا لسه قايله دلوقتي ده، ان هو الليد سنيبر يجيب لهم الافريج ده، احنا كده بنستخدم الكيني سنيبر كانه ريجريشن. فاحنا لو عندنا الكولوم فيه نوميريك فاليوز وشفنا الارقام النيرست اللي حوالين الميسنج فاليو دي وعملنا لهم افريج، كده هنستخدم الكيني سنيبر كريجريشن. وفي برضو حل تاني ان انت تستخدم اصلا اللينير ريجريشن في ان انت تعمل بريدكشن للحاجات الميسنج. اللينير ريجريشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو اللينير ريجريشن عادي جدا. وفي سايكت ليرن الكلاس اللي بيستخدم اللي هو iterative linear regression، ان هو بيقعد يعمل linear regression كذا مره. اللي هو بيعمل اول حاجه الحاجات اللي هي الميسنج فاليوز دي بيعمل لها بريدكشن، بعدين بعد ما بيعمل بريدكشن بيروح جاي عامل تريننج لينير ريجريشن موديل تاني، ويروح جاي عامل بريدكشن ليهم تاني، ويقعد يعمل الحكايه دي لحد لما يثبت، لحد لما الارقام الجديده ما تتغيرش للميسنج فاليوز. فكده دي حته الايتريتيف دي مشكلتها ان هو ممكن يوفر فيت، بس في نفس الوقت هي المفروض يعني تديك بريدكشنز احسن للميسنج فاليوز. فخلينا نروح كده على الكود نشوف ازاي الموضوع ده بيتعمل في سايكل ليرن. اول حاجه احنا عملناها خلاص في الكود ان احنا عملنا جبنا شلنا التارجت فاليوز لوحدها، لان احنا التارجت فاليوز مش نسيسيرلي يعني هنعمل لها ترانسفورميشنز اللي هنعملها على الداتا سيت، على الفيتشرز. فاحنا هنا بنشيل التارجت كولوم بنشيله لوحده في الفاريبل اللي سميناها هاوسنج ليبلز، وباقي الداتا محطوطه في الهاوسنج داتا سيت العاديه. فاحنا اول حاجه خلاص اتكلمنا عليها اللي هي داتا كليننج. الداتا كليننج كنت قلت ان انا في سايكل ليرن على طول السمبل امبيوتر على طول، فاحنا ممكن نستخدمه. واحنا هنا استخدمنا الميديان فاليو. انا كنت اتكلمت ان احنا ممكن نجيب الافريج بس، وممكن نجيب الميديان برضو. الميديان اتكلمنا ايه الفرق بين الميديان والافريج. الميديان اللي هو الفاليو في النص، فهو كده احنا استخدمنا عشان نجيب الميسنج فاليو الميديان فاليو بتاعت الكولوم دي. بس كده الامبيوتر عملنا له ديفينيشن ان هو سمبل امبيوتر، والاستراتيجي بتاعته ان هو يجيب الميديان. وبعد كده هنجيب عشان احنا الميديان ده طبعا للنوميريكال اتريبيوتس، فعشان كده احنا كتبنا اللاين ده
ان احنا هنعمل الترانسفورميشن ده بس على النوميريكال اتريبيوتس، وبعد كده عملنا فيت بالامبيوتر على الداتا سيت اللي فيها الارقام بس، وحطينا الفيت ده. احنا كده عملنا تريننج للامبيوتر. طيب ليه دلوقتي احنا عاملين، يعني احنا ممكن بكل سهولة سيمبل بايثون كود نجيب الميديان بتاع الفاليوز اللي في الكولوم، ونروح جايين اي فاليو ميسنج نروح جايين حاطين فيها على طول ميديان فاليو اللي احنا طلعناها دي. طب ليه احنا عاملين كل الحكايه دي بقى؟ عملنا ديفينيشن لسيمبل امبيوتر، وعملنا فيت للامبيوتر، فيت ده اللي هو بنعمل له تريننج، وعملنا ترانسفورم اللي هو عشان اللي في الاكس دي عشان نطلع الميسنج فاليوز. احنا عملنا كل الموضوع ده عشان احنا باصين لقدام. انت اي داتا جديده ناوي مثلا تستخدمها مع الموديل، مثلا داتا دي في الفاليديشن سيت، في التست سيت، الموديل ان برودكشن اصلا، لو انت هتديله داتا جديده والداتا دي فيها ميسنج فاليو، في فيها ميسنج فاليو في اي حاجه من النوميريك كولومز بتاعتها، بتستخدم الكمبيوتر ده على طول عشان هو عنده الميديان اصلا جاهز من التريننج. عشان كده احنا بنستخدم كل الحاجات الستبس كتير دي. فاحنا هنا عملنا ديفينيشن للكمبيوتر، عملنا جبنا النوميريك فاليوز بس، عملنا تريننج، عملنا فيت ده اللي هو تريننج، عملنا فيت للكمبيوتر، بعد كده عملنا ترانسفورميشن لاي ميسنج فاليو نيوميريك جوه الداتا اللي هي الاكس دي. بعد كده ان احنا رحنا جايين بس عملنا رابنج لل نمباي اري اللي طالع ده، اللي بيطلع من ترانسفورم يبقى نمباي اري. فعملنا رابنج للنمباي اري ده جوه داتا فريم اللي هي بي دي دوت داتا فريم، حطينا الاكس جوه داتا فريم، بعد كده حطينا اسامي الكولومز، وحطينا الاندكس اللي هو اللاين بتاع اندكس ايكوال هاوسنج نم دوت اندكس ده عشان خاطر الاندسيز بتاعه الداتا فريم الجديد اللي احنا عملناه تكون هي نفس الاندسيز القديمه عشان الكونسيستنسي. احنا كده عملنا كليننج للداتا بان احنا عملنا امبيوتيشن. حلو، ندخل بقى على ايه؟ على الستيب اللي بعدها. احنا كنا لسه قايلين دلوقتي ان احنا عندنا النوميريك اتريبيوتس وعندنا التكست والكاتيجوريكال اتريبيوتس. الماشين ليرنينج مودلز ما بتتعاملش الناتشرال لانجوج في ان ال بي مودلز، ناتشرال لانجوج بروسيسنج دي بتتعامل مع باراجرافز وكده، بيسموها كوربس اوف داتا، اللي هي لانجوج كتير قوي وتكست كتير جدا، اللي هي حاجات ان ال بي مودلز عامه زي شات جي بي تي بقى وجي بي تي والحاجات دي. لكن احنا في المودلز بتاعتنا اللي هي مش ان ال بي مودلز، التكست والكاتيجوريكال اتريبيوتس الماشين ليرنينج موديل ما بيتعاملش معاها، بيحتاج الاول نعمل ترانسفورميشن للتكست والكاتيجوريكال اتريبيوتس دي لنوميريكال اتريبيوتس. فاحنا عندنا طريقتين نقدر نحول بيهم التكست والكاتيجوريكال اتريبيوتس دي لنوميريكال. اول طريقه ان احنا نعمل ليبل انكودنج، تاني طريقه ان احنا نعمل وان هوت انكودنج. ايه هو بقى الليبل انكودنج؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، احنا عندنا كولوم اسمه كولر فيه ريد جرين بلو. الريد هتعمل له ريبريزنتيشن من هو رقم 2، بدل ما نكتب ريد هنكتب رقم 2. الجرين هنعمل له ريبريزنتيشن ان هو رقم 1. البلو هنعمل له ريبريزنتيشن ان هو رقم 0. الموضوع ده كويس في حالة ان لو انت عندك الكاتيجوريكال اتريبيوت ده في فاليوز ايه، مثلا في فاليوز لو ميديوم هاي، فلو هنديها رقم 0، ميديوم هنديها رقم 1، هاي هنديها رقم 2. كده انت لما جيت تعمل ترانسفورميشن للكاتيجوريكال اتريبيوت انت نقلت الانفورميشن معاك 0 1 2 بتشيل نفس المعنى بتاع لو ميديوم هاي. بس انت مثلا عندنا هنا احنا في الداتا سيت بتاعتنا الاتريبيوت اللي هو اوشن بروكسيميتي، في تعال نبص عليه، تعال نروح نبص عليه كده، احنا كنا طلعناه فوق اهو. الاوشن بروكسيميتي في less than 1 hour to the ocean, inland, near ocean, near bay, island. هما مش يعني احنا دلوقتي لو ادينا لهم ارقام، ادينا مثلا ل... ادينا الارقام، احنا ممكن ندي ارقام بالترتيب بناء على قربهم للاوشن. بس يعني سيبك من الكولوم ده، الكولوم ده احنا ممكن فعلا نديله ارقام وهتبقى ريبريزنتيف عن الموضوع. بس لو انت عندك
كاتيجوريكال اتريبيوت تاني ما فيهوش حكايه الترتيب دي. يعني مثلا ايه؟ آه في حاجه سهله، كل الافكار اللي جايه في دماغي فيها الترتيب. عايزين ندي اكزامبل كويس للترتيب ده. اسهل اكزامبل الاكزامبل اللي موجود في البرزنتيشن. احنا عندنا ريد جرين وبلو، ادينا ريد رقم اتنين، ادينا جرين رقم واحد، ادينا بلو رقم زيرو. زود ان احنا عندنا يلو كمان، يلو هنديها رقم تلاتة. فكده الفرق بين اليلو رقم تلاتة والريد اللي هي رقم اتنين، الفرق ما بينهم فاليو رقم، يعني الفرق ما بينهم هتعمل لهم سبتراكشن، هيبقى الفرق بينهم ايه؟ واحد. آه طب كده الفرق بينهم واحد، والفرق بين اليلو اللي هي رقم تلاتة والبلو اللي هي رقم زيرو فرق ما بينهم تلاتة. كده احنا اخترعنا انفورميشن مش موجودة، ان هو الفرق بين البلو واليلو اكتر بكتير جدا من الفرق بين الريد واليلو. ودي حاجة احنا في الموديل بتاعنا وفي البروجكت بتاعنا مش عايزين نديها، مش عايزين نعلمها للموديل. احنا في البروبلم ديفينيشن بتاعنا الفرق بين الالوان كده مش هو كده، ما فيهوش المعلومه دي. فاحنا ازاي نحل بقى المشكله دي لو احنا مش هنعمل ليبل انكودنج؟ بتتحل بالوان هات انكودنج. الوان هات انكودنج ده بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاثة نيو كولومز جديدة. هيعمل كولوم اسمه دامي ريد، كولوم اسمه دامي بلو، وكولوم اسمه دامي جرين. احنا عندنا دلوقتي احنا هنسبستيتيوت بالثلاثه كولومز دول على الكولوم اللي فوق. فاحنا عندنا اول فاليو خالص اسمها ريد، فهنيجي هنا في الوان هات انكودنج الدامي ريد هيبقى ب1 والاثنين تانيين بزيرو. فاهم الفكره؟ هنيجي مثلا في الجرين بعدها الدامي ريد هيبقى بزيرو، الدامي بلو هيبقى بزيرو، الدامي جرين هيبقى ب1. فانت كده عبرت عن الكاتيجوريكال اتريبيوتس والتكست اتريبيوتس دي بنوميريكال فاليوز، وفي نفس الوقت ما زودتش انفورميشن. فاحنا تعالى بقى نروح للكود، شوف احنا عملنا الموضوع ده ازاي. هنيجي هنا احنا عندنا الاوشن بروكسيميتي اهو، وده هو اللي فيه الكاتيجوريكال اتريبيوتس. فاحنا الوان هات انكودنج هو انكودر هو على طول جاهز، يعني جاهز في اس كيو ليرن، مش محتاج نعمل له امبلمنتيشن او حاجه. اغلب الحاجات اللي بتكون موجوده في اس كيو ليرن جاهزه، عشان كده الناس كلها بتستخدم الباكج بتاعت اس كيو ليرن. فانت بس عملت اهو، عملت ديفينيشن لفاريبل جديد اسمه كات انكودر، عملت نيو انستنس من وان هات انكودر، والسبارس اوتبوت فول. سبارس اوتبوت ده عشان خاطر انت لما بتيجي تسيف حاجه كده في الميموري، اللي هو في الميموري، وازاي تقدر تعمل اوبتمايز للميموري اللي انت بتستخدمها. اللي هو ان انت لما بتيجي تعمل، احنا الوان هات انكودر دي بدلنا مكان كولوم واحد بكولومز كتير، بقت 3 كولومز، فانت كده استخدمت سبيس اكتر. فهو بدل ما يسيف ال3 كولومز كلها بيسيف اماكن الوانز بس، وكده كده باي ديفينيشن الباقي كله زيرو. فاحنا عملناها فولس، ان هو ما يطلعليش الاوتبوت في السبارس فورمات ده، يستخدم الميموري اللي هو عايزها عادي. بس كده، وبنروح جايين عاملين بعدها عملنا احنا كده الوان هوت انكودر، بنروح جايين عاملين فيت ترانسفورم على طول. يعني انت ممكن زي ما احنا كنا عملنا فوق في الكمبيوتر عملنا فيت بس، وبعد كده عملنا ترانسفورم، انت ممكن تعمل فيت ترانسفورم على طول، يترين ويترانسفورم على طول، ويطلع لنا الفاليوز في الفاريبل الجديد اللي اسمه هاوسنج كاتيجوري 1 هوت. الليبل انكودر نفس الفكره برضو، الموضوع بسيط جدا يعني مش محتاج حاجه. نروح بقى للتوبيك اللي بعده. التوبيك اللي بعده اللي هو الاتريبيوت سكيلز. ايه بقى هي الاتريبيوت سكيلز؟ دي حاجه برضو احنا محتاجين نهندلها لما نيجي نشتغل على الداتا سيت. الفكره ان احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، تعالى برضو نروح بسرعه كده عشان يبقى الموضوع باين. في الهيستوجرامز وكده اتكلمنا عليها في اول فيديو خالص. ان احنا عندنا مثلا هنا الهاوس هولدز، بص الفاليو بتاعت الهاوس هولدز عامله ازاي؟ 10000. بص مثلا الفاليوز بتاعت اللاتيتيود عامله ازاي؟ بص الفاليو بتاعت البوبيوليشن، بص الفاليو بتاعت الميديان انكم عامله ازاي. الفرق دي بالعشر تلافات، ودي عادي 5 10 15. لما تدي الاتريبيوتس كده للماشين ليرنينج موديل، هو هيفهم ان الحاجات اللي بالالافات دي اهم.
من الحاجات اللي مش بالالافات. وده في الحقيقه مش في الواقع هي مش كده يعني. فاحنا بنسكيل الاتريبيوتس كلها عشان تكون نفس كلها على نفس السكيل. بس هي دي فكره الاتريبيوت سكيلينج اللي احنا محتاجين نعمله. ايه بقى بيتعمل السكيلينج ده؟ بيتعمل في طريقتين نقدر نعمل بيهم السكيلينج. الطريقه اللي هي المين ماكس سكيلينج، وفي طريقه الستاندرايزيشن. دول طريقتين للسكيلينج. المين ماكس سكيلينج بيخلي الداتا كلها الايكويشن بتاعتها ايه، ان هو بيجيب الداتا بوينت وبيسبتراكت منها المينيمم في الكولوم، وبيروح جاي عامل ديفيجن على الماكسيمم ماينس المينيمم. دي بتروح جايه مطلعه لنا الاتريبيوتس كلها في رينج من 1 ل 0. دي فيها مشكله. المشكله بتاعتها ان انت يا باشا لو عندك اوتلاير، الاوتلاير ده مثلا الفاليو بتاعته عاليه قوي، يعني هو فاليو انتري غلط، حد وهو بيملى الداتا سيت دخل انتري غلط، الارقام كلها 5 10 20 وبالغلط في فاليو فيهم 5000. فانت لما تيجي تستخدم من ماكس سكيلينج وانت عندك اوتلاير كده، هيروح جاي ضارب لك الدنيا، هيروح جاي حاطط لك الداتا كلها زي ما هو في الجراف عندنا كده، هيروح جاي حاطط لك الداتا كلها ناحيه الزيرو. اللي بعد الترانسفورميشن، يعني الداتا الجديده كلها هتكون مثلا 0.015 0.03، وهتلاقي الداتا كلها محشوره في رينج صغير قوي كده، والاوتلاير قاعد لوحده هناك قريب من ال1. فانت كده لما عملت ترانسفورميشن للداتا، انت ضيعت معلومات، واحنا عايزين الترانسفورميشن بتاعنا يحافظ على الانفورميشن اللي جوه الداتا عشان الماشين ليرنينج موديل يتعلمها. فاحنا بنحاول نظبط حاجتين طول الوقت. بنحاول ان احنا نخلي الريبريزنتيشن بتاع الداتا كويس عشان الماشين ليرنينج موديل يحبه، والحاجات اللي الماشين ليرنينج موديل بيحب يشتغل عليها. وفي نفس الوقت وانا بنعمل الترانسفورميشن ده، الانفورميشن اللي جوه الداتا تفضل موجوده. فاحنا في حته الاوتلاير دي عملنا من ماكس سكيلينج، الدنيا هتضرب. فاحنا ممكن نستخدم الستاندرايزيشن، بيكون ما بتظهرش فيه قوي مشكله. ما بتظهر، هي موجوده، هي مشكله كده كده، وانت عندك اوتلاير عالي برضه هيعمل مشكله في الستاندرايزيشن، بس مش هيبقى بالبشاعه بتاعت المين ماكس سكيلينج. ودول طريقتين ان انت تقدر تعمل بيهم سكيلينج للداتا. تعال نروح نبص بسرعه كده الحاجات دي بتتعمل ازاي. هي برضو حاجات جاهزه كلها في اس كيو ليرن. تروح جاي عامل امبورت للمين ماكس سكيلر، تروح جاي عامل له الديفينيشن، تروح جاي عامل انستنس جديده من مين ماكس سكيلر. وفيتشر رينج، بدل كنا قلنا ان هو من ماكس سكيلر بيعمل 0 1، انت ممكن تغير الرينج بتاعه يبقى من نيجاتيف 1 ل 1 عشان المين بتاعها يبقى 0، عشان في ماشين ليرنينج مودلز كتير بتحب تكون الداتا سيت يعني حوالين الزيرو. هي الماشين ليرنينج مودلز في الديزاين بتاعها معينه، يعني ماشين ليرنينج مودلز معينه في الديزاين بتاعها بتشتغل احسن لما الداتا سيت تكون حوالين الزيرو كده. فاحنا عشان كده هو غير الفيتشر رينج، خلاه بدل ما هو باي ديفولت من 0 ل 1 خلاه من نيجاتيف 1 ل 1. بس كده بتروح جاي عامل فيت ترانسفورم برضه، وبقى عندك هنا كده في الفاريبل الجديد اللي هو اسمه طويل قوي ده، هاوسنج نم من ماكس سكيل. بيكون عندك السكيل داتا بالمين ماكس سكيل. لو عايز بقى تستخدم الستاندرايزيشن، هي نفس الحاجه. تحت بدل ما بتجيب من ماكس سكيلر بتجيب ستاندرد سكيلر، تروح عامل له الديفينيشن وتروح عامل فيت ترانسفورم كده، بقى عندك في الفاريبل ده الداتا سيت كلها معمول لها سكيلينج بالستاندرد سكيلر. حلو. حلو، جميل. جميل. في برضو شكل تاني للديتا محتاجين نعمله ترانسفورميشن، اللي هو ان الداتا يكون الديستريبيوشن بتاعها هيفي تيل. هيفي تيل اللي هي زي الداتا سيت، زي الكولوم بوبيليشن. هيفي تيل. هيفي تيل هو الديستريبيوشن بتاع الداتا كده. هو بيكون يعني الداتا ليها في ديستريبيوشنز كتير. ممكن تكون الداتا نوع منها ممكن تكون نورمال ديستريبيوتد، ممكن تكون اكسبوننشال ديستريبيوشن، ممكن تكون باور لو ديستريبيوشن. الماشين ليرنينج مودلز اللي احنا بنستخدمها البسيطه بتحب ان الداتا سيت تكون نورمال ديستريبيوتد. نورمال ديستريبيوتد زي الجراف اللي على اليمين ده. فاحنا عشان نعمل ترانسفورميشن للرايت سكيود داتا سيت، او الرايت سكيود داتا زي البوبيليشن كده، بناخد اللوج بتاعها. لما تاخد اللوج
بتاع، هي دي حته برضو ماثيماتيكال تريك، ان انت لما بتاخد اللوج بتاع الداتا اللي هي رايت سكيود بيطلع لنا بيتغير الديستريبيوشن بتاع ان هي بتكون نورمالي ديستريبيوتد، وفي نفس الوقت بتحتفظ بالانفورميشن اللي موجوده فيها. في طريقة تانية ان احنا نقدر نعمل ترانسفورميشن لحاجة لديتا زي الداتا اللي هي رايت سكيود، ان احنا في حاجة اسمها باكيتايزنج. باكيتايزنج دي ان انت بتقسم الداتا سيت في باكيتس، حاجة زي الانكودنج، حاجة يعني شبه الانكودنج جدا يعني. ان انت جيت على الداتا سيت دي، يعني شايف انت الخطين الحمر، اول خطين حمر دول الداتا اللي جواها دي كلها هنحطها في باكت، والباكت ده هنسميه زيرو، وهنبدل الفاليوز بتاعتها في الديستريبيوشن الجديد بالفاليو بتاعت الباكت. كده احنا عملنا لها ليبل انكودنج، هتبقى دي زيرو، هتبقى دي 1، هتبقى دي 2، اول باكت زيرو، اول باكت 1، تاني باكت 2. ان انت كده عملت ليبل انكودنج للداتا، غيرت اللي حطيت كل حته في باكت، والباكت ده والكل الداتا اللي في الباكت ده في الشكل الداتا الجديد ده هتشيل الفاليو بتاعت رقم الباكت. طب انت، هي برضو مفيش اوردينال ريليشن شيب، اللي هو مفيش الترتيب بتاع لو ميديوم هاي، مفيش الترتيب ده. تعمل لها وان هوت انكودنج برضو، ارقام الباكتس، بدل ما هي هنعمل ريبريزنتيشن في الداتا الجديده ان الفاليو هتبقى رقم الباكت، لا الفاليو هنخليها وان هوت انكودنج، اللي هو هنعمل عندنا مثلا 5 باكتس، هنعمل 5 كولومز، ولو هو في باكت 1 هتبقى دي 1 والباقي 0 كده، زي ما احنا اتكلمنا على وان هوت انكودنج قبل كده. فدول طريقتين نقدر نستخدمهم في ان احنا نقدر نعمل ترانسفورميشن للرايت سكيود داتا اللي هي اللونج تيل داتا، عشان خاطر بنعمل لها ترانسفورميشن بحيث ان الانفورميشن يفضل موجود فيها والماشين ليرنينج موديل يحبها وما يزعلش منها. هنا بنتكلم عن الانواع المختلفه للداتا ديستريبيوشن. النورمالي ديستريبيوتد داتا اللي هي الجراف اللي فوق ده دي داتا نورمالي ديستريبيوتد. احنا يعني احب حاجه على قلوبنا ان الداتا بتاعتنا كلها تبقى نورمالي ديستريبيوتد، بس ده بيكونش موجود فبنحتاج نعمل لها ترانسفورميشن رايت سكيود داتا اهي. وفي نوع تاني بقى من الداتا، الهاوسنج ميديان ايج ده، في حاجه اسمها مالتي مودال داتا. مالتي مودال داتا ان هو في كذا مود في الداتا، مود اللي هو اكتر فاليو فريكوينت، اكتر فاليو بتحصل، فانت هتلاقي في كذا بيك. فده بيكون غالبا ان انت الداتا سيت لما جت اتجمعت ركبوا حاجتين على بعض، يعني هم مثلا بيجمعوا داتا عن الميلز بيجمعوا داتا من الميل بوبيوليشن، بيجمعوا داتا من الفيميل بوبيوليشن، وبعد ما جمعوا الاثنين داتا سيت دول راح جايين مركبينهم على بعض. فده بيطلع في الاخر ان انت الداتا سيت بتاعتك بتكون فيها مالتيبل مودز، مالتي موديل داتا. فالمالتي موديل داتا دي برضه عشان نعمل لها ترانسفورميشن ممكن بيتعمل لها ترانسفورميشن بحاجه اسمها ار بي اف كيرنل. الار بي اف كيرنل دي اللي هي الايكويشن اللي موجوده دي بتاخد الاكسبوننشال للحاجات اللي جوه دي كلها. ايه بقى الحاجات اللي جوه دي كلها؟ ان انت بتشوف انت مثلا عندك اتنين مودز في الداتا، عندك في مود الفاليو بتاعته 35 ومود الفاليو بتاعته التانية 50. فاحنا الاتنين مودز دول هنعمل ليهم اتنين كولومز جداد، والكولومز الجداد ايه الفاليوز اللي فيهم؟ الفاليوز اللي فيهم الار بي اف بيميجر السيميلاريتي. فالفاليوز اللي في اتنين كولومز الجداد دول هتكون زي ديستنس ميجر ما بين الفاليو والمود الاقرب ليها. حلو حلو. فاحنا هنا قلنا ان في مود الار بي اف لما بتطلع بقى بتكون جميله. ليه احنا بنستخدم الار بي اف؟ عشان الار بي اف بتكون نورمالي ديستريبيوتد زي ما انتم شايفين كده، يعني اللي هو الخط الازرق ده ار بي اف الجاما، والخط الازرق اللي فيه حاجات متقطعه ده الجاما تانية. الجاما دي اللي هي النيجاتيف جاما، الاكسبوننشال فانكشن دي الفانكشن اللي هناخدها كل الحاجات اللي جوه. الجاما دي بتحدد السبريد، ده هايبر بارامتر احنا بنحطه احنا على مزاجنا. والاكس اللي هي الفاليو، وال 35 ده اللي هو المود الاقرب ليها. احنا قلنا ان في اتنين مودز مثلا فهنعمل اتنين كولومز جداد، قلنا في تلاتة مودز هنعمل تلاتة كولومز جداد. فكده
تعمل الموضوع ده لكل مود فيهم، تعمل ايكويشن تشيل ال 35 تحط 50، تشيل ال 50 تحط 75، كده بقى عندك 3 كولومز. 3 كولومز ونورمال ديستريبيوتد، بيدونا معلومات كويسه قوي. فهي الار بي اف كيرنل برضو بتستخدم على طول، يعني موجوده في اس كيو ليرن. هي بتعمل لها امبورت اهو، بتستخدمها هنا، بس انا بنستخدمها احنا دلوقتي في طريقه تانية، يعني هنتكلم عليها بعدين يعني. بس هو عامة بتديها اهو الداتا، وبتديها المودز، دي المودز بتديها المودز، وبتديها الجاما. الجاما دي اللي هي الهايبر بارامتر اللي احنا بنختاره على مزاجنا، بيحدد السبريد. السبريد اللي هو الديستريبيوشن ضيقة كده حوالين المين ولا لا واسعة. بس كده. ف حته بقى يعني هي حته زياده، هو احنا ممكن نتكلم عليها برضه دلوقتي، لان احنا اصلا اتكلمنا على الباكيتايزنج واتكلمنا على كل الحاجات دي. فاحنا ممكن نتكلم عليها كده في السريع، ندخلها جوه الموضوع لان هي حته كويسه. ان انت دلوقتي لما يبقى عندنا اللينير موديل، احنا كنا اتكلمنا قبل كده على في الفيديوهات اللي فاتت على اللينير ريجريشن. اللينير ريجريشن ما يقدرش يكابتشر ريليشن شيب غير اللينير ريليشن شيب. طب افرض انت دلوقتي الريليشن شيب عندك مش لينير. الريليشن شيب عندك مش لينير، يعني ايه بقى الريليشن شيب مش لينير؟ يعني عندنا هنا، في عندنا اتريبيوت في او كولوم في الداتا سيت بتاعتنا اللي هو الهاوسنج ميديان ايج. ده ما تقدرش تعمل له موديل بلينير موديل، عشان خاطر الهاوسنج ميديان ايج مش على طول بينزل او على طول بيطلع او على طول ثابت. الحاجات مش بتغير لينيرلي مع بعض. يعني مثلا البرايس مش كل لما البيت يقدم كل ما سعره يقل مثلا. مش كل لما البيت يزيد كل ما سعره يزيد. الريليشن شيب ما بينهم مش لينير عدله. الريليشن شيب ما بينهم فيها حته طلعات ونزلات كده. يعني مثلا ايه؟ يعني هو يعني هي مكتوبه هنا ان احنا عندنا البيوت مثلا اللي هي عمرها من 0 ل10 سنين، دول بيبقوا غاليين لان هي بيوت جديده. البيوت اللي عمرها من 30 ل 40 سنه دول سعرهم قليل قوي. البيوت اللي عمرها اكتر من 40 سنه، او هو كاتبها هنا اكتر من 70 سنه، دول سعرهم عالي جدا. فانت عندك سعر عالي لسن معين، وبعد كده السعر قليل قوي، بعد كده السعر عالي تاني، فدي مش لينير ريليشن شيب. فانت ازاي تعمل موديل لينير ريليشن شيب زي كده بالحاجه زي اللينير ريجريشن؟ بان انت بتعمل حاجه زي الباكيتايزنج. في ان انت بتقسم الداتا سيت بتاعتك عشان بتدي مساحه اكتر للموديل ان هو يتعلم. احنا هنا ادينا مساحه اكتر للموديل، قسمنا الداتا سيت. الحاجات اللي عمرها 10 سنين دول بندي لهم ويت لوحدهم. فاحنا قلنا ان الماشين ليرنينج موديل بيتعلم، هو الهدف كله اصلا ان هو بيتعلم الويتس دي. فالحاجات اللي عمرها 10 سنين ليها ويت لوحدها يتعلمها لوحدها. الحاجات اللي عمرها من 10 20 سنه ليها ويت تاني يتعلمها لوحدها. الحاجات اللي ليها اللي عمرها من 20 ل 30 سنه ليها ويت تالت. فبكده احنا قدرنا نعمل موديل لريليشن شيب نون لينير بلينير موديل. دي فكرتها قوي شبه فكره الباكتايزنج، بان انت بتقسم الداتا سيت لباكتس. بس دي حته كده في النص، يعني ايه، هي بتفت بس في الناراتيف، وهي مهمه الواحد لازم يكون عارفها، فعشان كده احنا اتكلمنا عليها. احنا الران تايم جوجل زهقت مني، قالت لي انت ما بتعملش حاجه، ارجع قافل الران تايم. احنا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي دلوقتي هي ترانسفورميشنز ستاندرد موجوده في اس كيو ليرن، راح جايين عاملين لها امبورت على طول. بس افرض احنا مثلا عندنا ترانسفورميشن عايزين احنا نعمله، نقدر نعمل كده بالكاستم ترانسفورميشن. هنعمل كاستم ترانسفورمر. الكاستم ترانسفورمر عشان خاطر عشان خاطر تستخدمه في بايب لاين من اس كيو ليرن، بايب لاين بتاع ترانسفورميشنز هنتكلم عليه تحت برضو. بنروح جايين نستخدم كبيرنت كلاس عشان ننهالت منهم عشان اس كيو ليرن يشتغل، اللي هي البيز استيميتور والترانسفورمر ميكس. دول ان احنا لما نيجي نعمل كلاس جديد هنعمل كاستم ترانسفورمر غير الترانسفورمرز الجاهزه دي. بيكون شكله كده وبننهالت من الكلاسز دي. فاحنا خلينا دلوقتي نتكلم برضو، اقول لكم ان ايه اللي احنا هنعمله، يعني ايه الاتريبيوتس الجديده اللي احنا هنعملها. احنا اتكلمنا عن الار بي اف
هنتكلم بقى عن حاجه اسمها الكي مينز. الكي مينز ده كلاسترنج الجوريثم، ده ماشين ليرنينج موديل تاني استخدمناه في حته الترانسفورميشن. فانتوا عشان تبقوا عارفين قد ايه حته الترانسفورميشن دي ريتش، حته ريتش وحته مهمه جدا 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 يعني. شوف احنا عمالين نستخدم جوه الترانسفورميشن ماشين ليرنينج موديلز. فيعني ايه بقى هو الكي مينز كلاسترنج؟ الكي مينز كلاسترنج في ان انت بتقسم الداتا لكلاسترز. بيتعمل ازاي؟ بيشتغل ازاي الكي مينز كلاسترنج ده؟ في فيديو حلو قوي قوي يعني، خلينا نبص عليه كده نشوف ازاي الداتا بتتعمل. خلينا نتكلم الاول بس اقولها كده. الكي مينز كلاسترنج ده بالكي هايبر بارامتر. انت بتاسيوم ان انت عندك 5 كلاسترز، فالكي ايكوال 5. بتروح جاي عامل ايه؟ عندك الداتا سيت زي ما هي موجوده كده في الفيديو، والداتا كتير قوي. بتروح جاي حاطط راندوملي كده، تروح جاي حاطط 5 سنترويدز لكل كلاستر فيهم. تقول مثلا الداتا بوينت دي اول سنترويد، الداتا بوينت الثانيه دي تاني سنترويد. مش لازم تكون حاجه من الداتا، ممكن انت تخترع داتا بوينت جديده، بس يعني بتروح جاي حاطط 5 سنترويد جوه الداتا. وبعد كده بتروح جاي حاسب الديستنس ما بين الداتا بوينتس كلها وال5 كلاسترز وال5 سنترويدز دول. بتحط الداتا في الكلاستر بتاع السنترويد الاقرب ليها. حلو. يعني احنا لو بصينا هنا على الفيديو، بيوضح الموضوع قوي قوي يعني. هو هنا قال لك 4 راندوم سنترويدز. بعد كده حته الموفنج سنترويدز دي بتحصل بعدين، ان انت بتحسب المين تاني، تروح جاي حاسب المين بتاع الداتا. يعني احنا هنا تعال نرجع تاني للستبس. اول حاجه انت بتعمل تشوز للنمبر اوف كلاسترز. بعد كده بتانيشلايز كي كلاستر سنترويدز راندوملي، بتروح جاي حاطط 5 سنترويدز كده راندوملي في الداتا سيت. بعد كده بتاساين كل الداتا بوينتس لازم يكونوا اسايند لكلاستر معين من ال5 كلاسترز، فانت بتاساين على اساس اقرب سنترويد ليه. دي تاني ستيب. رابع ستيب، بعد ما انت عملت ال5 كلاسترز الجداد دول، بتروح جاي حاسب المين بتاع ال5 كلاستر الافريج، بيروح جاي طالع لك بوينت جديده. فالبوينت الجديده دي بتروح جاي تاني من الاول على الداتا سيت كلها. شايف؟ عامل كلاستر للداتا تاني بالنسبه للمين اللي هي اقرب له. ماشي. بعد كده بتقعد تريبيت لحد لما المين ده يثبت. خلينا نبص برضه على الفيديو بيوضح الموضوع ده. انت عندك هنا الداتا بوينتس كلها حاطين 4 راندوم بوينتس اللي هي الالوان دي. بعد كده ال4 راندوم بوينتس دول بتروح جاي عامل الكلاستر، تروح جاي الحاجات الاقرب ليها تروح جاي عامل لها كلاستر. تروح جاي حاسب المين تاني. فانت البوينتس اللي بتتحرك دي اللي هي كل ايتريشن بتوع الكلاستر بيكون ليه مين جديده. ف وحاجات بتحددها يعني. هو بس عشان الالوان مش واضحه قوي، بس هي لو ركزت شويه هتلاقي الالوان شويه واضحه. اللي هو الوانها اصفر دي تبع السنترويد الاصفر، الحاجات اللي لونها اخضر دي تبع السنترويد الاخضر، حاجات لونها ازرق تبع السنترويد الازرق، حاجات لونها احمر تبع السنترويد الاحمر. فهي دي الكي مينز كلاسترنج. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل هنخترع ترانسفورمر بيستخدم حاجتين. بيستخدم الكي مينز كلاسترنج وبيستخدم الار بي اف. انا في الار بي اف لما كنت اتكلمت على الار بي اف اتكلمت في ان احنا هنحسب السيميلاريتي على حسب المود، اقرب مود. بس احنا بقى الاتريبيوت الجديد اللي احنا هنعمله مش هنعمله على حسب المود، هنعمله على حسب الكلاستر بتاعه، على حسب السنترويد. حلو. فاحنا كده هيكون عندنا كي اتريبيوتس جديده فيهم الار بي اف كيرنل سيميلاريتي ميجر اللي هو الديستنس ما بين كل بوينت وكل الكلاستر، كل السنترويدز بتاعت الكلاسترز. احنا هيبقى عندنا 10 كولومز جداد عشان هنعمل 10 كلاسترز، وكل كولوم فيهم الفاليو بتاعته بتقول الداتا بوينت دي قريبه قد ايه للسنترويد بتاع كلاستر 0، الداتا بوينت دي قريبه قد ايه للسنترويد بتاع كلاستر 1. كده دي الاتريبيوتس الجديده اللي احنا هنعملها هنا. فاحنا نروح بقى الموضوع شويه يعني. هو موضوع بسيط بصراحه، موضوع بسيط، بس هو محتاج بس تكون فاهم الار بي اف، محتاج تكون فاهم الكي مينز، ومحتاج تكون فاهم احنا ازاي بنلزقهم في بعض. فاحنا بنيجي في اس كيو ليرن ده الترانسفورمر ده احنا اخترعناه، هو مش موجود في اس كيو ليرن بس احنا اخترعناه. فاحنا بنعمل امبورت اهو في الاول للكي مينز الجوريثم. بعد كده بنعمل امبورت للبيرنت كلاسز اللي هننهرت منهم عشان خاطر
الترانسفورمر ده احنا مخترعينه، فاحنا عايزين لما نيجي نركبه في البايب لاين بتاع اسكلرن لازم يكون ليه شروط معينه. عشان كده احنا بننهرت من الحاجات دي عشان يرضى يركب في البايب لاين بتاع اسكلرن. بعد كده هنروح جايين عاملين امبورت للار بي اف كيرنل، بنيجي بندخل على الكلاستر على الكلاس، بنعمل ديفينيشن للكلاس. الكلاس بينهرت من الحاجتين اللي اتكلمنا عليهم، الانت فانكشن بتاعته النمبر اوف كلاسترز، ده اللي هي النمبر اوف كلاسترز بتاعت الكي مينز، والجاما دي اللي هي اللي بتحدد الثريد بتاعت الار بي اف، والراندوم ستيت ده عشان انت لو هتريبروديوس، كنا اتكلمنا عليها قبل كده، لو عايز الحاجات بتاعتك تبقى ريبروديوسبل، عشان خاطر احنا في الكي مينز البوينتس السنترويدز حاطه في الاول دي بتتحط راندوملي. فانت لو جيت النهارده رنيت كي مينز وجيت بكره رنيت كي مينز ثانيه ومش مثبت راندوم ستيت، ده هيطلع لك ريزلتس وده هيطلع لك ريزلتس ثانيه. لما تيجي تكلم مديرك هيقول لك لازم تحط راندوم ستيت عشان تعرف تعمل ريبروديوس للحاجات بتاعتك يعني، وتبقى الدنيا معاك كونسيستنت. بنعمل ديفينيشن لفيت فانكشن، وبنعمل ديفينيشن لترانسفورم فانكشن اللي كنا بنستخدمهم فوق في الترانسفورمرز الجاهزه بتاعت اسكلورن. احنا دلوقتي بقى اللي بنعمل لهم الديفينيشن. فاحنا في الديفينيشن بتاع الكاستم ترانسفورمر بتاعنا هنعمله الاول كي مينز. هنعمل اول كي مينز عشان نشوف الكلاسترز في الفيد. بنعمل كي مينز، عملنا ديفينيشن للكي مينز اللي هو اهو، جبنا عملنا انستنس جديده من الكي مينز، قلنا النمبر اوف كلاسترز بتاعها ايه والراندوم سيت بتاعتها ايه، وبعد كده عملنا فيت على الداتا سيت عشان نعمل الكي مينز الجوريثم. بعد كده جوه الترانسفورم هنعمل ار بي اف، هنحسب السيميلاريتي مع السنترويدز. بعد كده الفانكشن اللي في الاخر دي عشان تسمي لك، بس عشان تسمي لك الاتريبيوتس الجديده اللي احنا عاملينها. لو احنا قلنا ان احنا النمبر اوف كلاسترز بتاعنا 9، هيطلع لنا 9 كولومز جداد. لو احنا قلنا ان احنا النمبر كلاسترز بتاعنا 20، هيطلع لنا 20 كولوم جديد. دي اللي الفانكشن دي بتعمل. نروح بقى عمال اتكلم كل شويه على خلينا قبل ما نروح على الترانسفورميشن بايب لاينز دي. الكلاسترنج تجمع كي مينز كلاسترنج، الفيجواليزيشنز بتاعها بيبقى عامل كده. يعني انت شايف مثلا عندك كام سنترويد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندك 10 سنترويدز، والداتا متقسمه لكلاسترز اهي. وبص بيقول لك ماكسيمم كلاستر سيميلاريتي، يعني الحاجات الاحمر دي سيميلاريتي بتاعها قريب قوي للسنترويد، اللي هي دي الحاجات اللي في النص يعني قريبه قوي للسنتر. فاحنا كده ده الكلاسترنج بقى. يعني شايف انت في الفيجواليزيشن دي بتبين قوي ايه هو الكلاسترنج. احنا كده عملنا كلاسترنج للديتا. احنا بصينا على السكاتر بلوت دي قبل كده كتير، كده احنا عملنا كلاستر للديتا. خلينا بقى نروح نتكلم، عمال اتكلم انا على الترانسفورميشن بايب لاين. ترانسفورميشن بايب لاين ايه هو بقى؟ ترانسفورميشن بايب لاين احنا اتكلمنا ان احنا الترانسفورميشن بتاعنا بيبقى كذا ستيب. فالترانسفورميشن بايب لاين بينظم الدنيا وبيرتب الدنيا كده، وانت بتعمل فيه ديفينيشن ايه تعمله الاول ايه تعمله بعدين كده. فاحنا هنا بنعمل الترانسفورميشن بايب لاين بتاع النيوميريكال اتريبيوتس. نعمل امبورت للبايب لاين. بعد كده النيوميريكال اتريبيوتس كنا قلنا ان احنا هنعمل لها امبيوتيشن بالسيمبل امبيوتر، وبعد كده عايزين نعمل لها سكيلينج، فهنروح جاي اعمل لها ستاندرد سكيل. اللي انا اتكلم فيه دلوقتي ده بيلم كل اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو ده، عشان الفيديو ده ريتش قوي. فالحته دي حلوه ان احنا بنلم فيها كل اللي احنا اشتغلنا عليه. ده بيورينا احنا ايه هو البايب لاين وازاي بنعمل البايب لاين. النوميريكال اتريبيوتس بايب لاين هنعمل لهم امبيوتيشن الاول بالميديان عشان لو في ميسنج فاليوز، دي الكليننج ستيب. بعد كده السكيلينج ستيب عشان نهرب من حته ان السكيلز ضربه. ايه اللي بعده؟ ان احنا بنعمل بايب لاين للكاتيجوريكال اتريبيوتس، اللي هي ما عندناش كاتيجوريكال اتريبيوت غير الاوشن بروكسيميتي. قلنا ان احنا هنعمل له امبيوتيشن ميسنج فاليوز اللي فيه، هنعمل له امبيوتيشن بالموست فريكوينت، وبعد كده هنعمل له انكودنج بالوان هات انكودر. اتكلمنا عن ايه وان هات انكودر وكل الحاجات دي. وبنروح جايين حاطين، احنا عندنا اتنين بايب لاينز، بايب لاين للنوميريكال اتريبيوتس، بايب لاين للكاتيجوريكال اتريبيوتس. فاحنا حته كولوم ترانسفورمر دي بننظم برضو الدنيا، اللي هو النوميريكال اتريبيوتس تروح جاي مدخلها في النوميريكال بايب لاين، والكاتيجوريكال اتريبيوتس تروح جاي مدخلها في الكاتيجوريكال بايب لاين. ندخل بقى على البيج بوس بقى، الحته اللي في الاخر دي كل حاجه بقى. ده
كل حاجه احنا عملناها في الفيديو هي السيل اللي في الاخر دي. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا عايزين ان احنا عملنا اتريبيوتس جديده بتاخد الريشيو، اللي هو بدل ما انت كان في اتريبيوت بس اللي هو اسمه توتال رومز في البلوك، ان احنا بدل ما يكون عندنا الاتريبيوت ده احنا مش عايزين توتال رومز في البلوك كلها، البلوك ده احنا مش عارفين فيه كام بيت، فاحنا عايزين نعرف عايزين نعرف عدد الرومز جوه كل بيت، الرومز بير هاوس هولد، فدي حته الريشيو. يعني احنا عندنا اول فانكشن دي اللي هي الكولوم ريشيو دي هيلبر فانكشن عشان خاطر تحسب الريشيو، وتاني برضو فانكشن دي هيلبر فانكشن عشان تطلع النيم بتاع الريشيو. يعني احنا لما نيجي نبص في الاخر كده هتلاقي النيم حلو قوي مظبوط، اللي هي البيد رومز ريشيو والرومز بير هاوس ريشيو، دي اللي مظبطه الاسامي اللي هي الفانكشن بتاعه النيم، والفانكشن بتاعه الريشيو دي اللي هي بتحسب الريشيو فعلا، اللي هي بتعمل ديفيجن. لما نيجي هنا تحت بص، لما نيجي نستخدمها هنا تحت ريشيو بايب لاين بنديها اسم الكولومز، بنديها التوتال بيد رومز والتوتال رومز، وهي تحسب لنا البيد روم ريشيو. كنا احنا عملناهم في الفيديو اللي فات وشفنا ان هم الكورليشن بتاعهم مع الهاوس فاليو فعلا عالي، وفعلا هم مهمين وبيزودوا معلومات للماشين ليرنينج موديل عشان الماشين ليرنينج موديل بتاعنا يبقى احسن. فاول واحده دي اللي بتعمل الاكشوال ديفيجن ما بين الاثنين كولوم عشان تحسب الريشيو. ثاني واحده دي اللي بتسمي الكولومز الجديده اللي احنا اخترعناها بالريشيو دي. تالت واحده دي اللي بتحط الاثنين سوا، اللي هي الريشيو بايب لاين. نروح جايين عاملين بايب لاين الاول، لو في ميسنج فاليوز بنروح جايين حاطين عاملين لها امبيوتيشن بالميديان. بعد كده الفانكشن ترانسفورمر ده عشان احنا اخترعنا ترانسفورمر فبنعمل رابنج للكولوم ريشيو والريشيو نيمز جوه الفانكشن ترانسفورمر. بعد كده بنروح جايين عاملين سكيلينج عشان خاطر ناخد بالنا من سكيلز. فاحنا كده احنا كده هندلنا ايه اول ثلاثة كولومز جداد بنعملهم دول، اللي هو الكولوم ده والكولوم ده والكولوم ده، اللي هي اساميهم بيدرومز ريشيو، رومز بير هاوس ريشيو، بيبول بير هاوس ريشيو. التلاتة دول احنا هندلناهم كده. حلو حلو. بعد كده بقى ندخل على، احنا كنا قلنا ان الحاجات الرايت سكيود محتاجين ناخد لها اللوجاريتم عشان خاطر تبقى نورمالي ديستريبيوتد، فليها بايب لاين، اللي هي البايب لاين بتاعها. احنا بنعمل ديفليشن للبايب لاين، وبعد كده هنختار تحت في اللي هي البري بروسيسنج اللي هي كولوم ترانسفورمر دي، هنقول البايب لاينز اللي احنا اخترعناها دي اللي عملناها ديفينيشن دي هتطبق على انهي كولومز. فاحنا فوق بنعمل ديفينيشن بس للبايب لاينز، فعملنا ديفينيشن للريشيو بايب لاين، وهنا دلوقتي بنعمل ديفينيشن لللوج بايب لاين. اول حاجه قلنا ان احنا هنعمل امبيوتيشن للميديان، بعد كده ام بي لوج اللي هو بتستخدم اللوج فانكشن بتاعت نمباي، هناخد اللوج بتاع الكولوم عشان خاطر تبقى نورمال ديستريبيوتد. بعد كده بنروح جايين عاملين لها سكيلينج عشان ناخد بالنا من السكيلز الدنيا ما تضربش مننا. كده عملنا الريشيو بايب لاين، عملنا لوج بايب لاين. بعد كده هنعمل كلاستر سيميلاريتي الكاستم ترانسفورمر اللي احنا كنا عملنا له فوق، نعمل انستنس منه. النمبر اوف كلاسترز بتاعنا هنعملها 10، الجاما اللي هي السبريد هنعملها 1، الراندوم ستيت هنعملها 42. وبعد كده بنعمل بايب لاين جديد، نعمل ديفليشن لبايب لاين جديد اللي هو الديفولت بايب لاين، اللي هو ولا انت عايز تعمل للكولومز دي كلاستر سيميلاريتي، ولا عايز تعمل لها لوج، ولا عايز تعمل لها ريشيو. عايز تعمل لو هي عندنا اتريبيوتس اللي هتعمل لها الديفولت بايب لاين اللي هو مفيش غير كولوم واحد اللي هو هاوسنج ميديان ايج، ده الوحيد اللي احنا مش هنعمل له اي حاجه من الخزعبلات اللي احنا قعدنا نعملها دي. ده اللي احنا هنعمل له بس امبيوتيشن وهنعمل له سكيل بس، مش هنعمل اي حاجه من الحاجات التانيه. فهندخل تحت على الكولوم ترانسفورمر. اول حاجه البيدرومز ده هيبقى الريشيو، هنستخدم في الريشيو بايب لاين هنقسم عدد توتال نمبر اوف بيدرومز على التوتال نمبر اوف رومز عشان نحسب الريشيو بتاعت البيدرومز. بعد كده الرومز بير هاوس ده هنجيب عدد الرومز توتال رومز وهنقسمها على عدد الهاوس هولدز وراجع مطلعين الرومز بير هاوس. بعد كده بيبل بير هاوس في كام واحد عايش في البيت هنعمل لها ريشيو بايب لاين برضو. بعد كده الحاجات الرايت سكيود اللي هنحتاج نعمل لها اللوج اللي هي التوتال بيدرومز هي رايت سكيود، التوتال رومز رايت سكيود. احنا عمالين تاخد بالك ان احنا عمالين نخترع اتريبيوتس جديده، بنخترع اتريبيوتس جديده وبنزود الاتريبيوتس. يعني احنا استخدمنا التوتال بيدرومز والتوتال رومز فوق في الريشيو بايب لاين، وبنستخدمهم تاني تحت في اللوج بايب لاين عشان
احنا عايزين ندي الماشين ليرنينج موديل داتا كتير وداتا مينينجفول، فعشان كده احنا عمالين نزود الحاجات. اللي هناخد لهم اللوج، اللي هنستخدم لهم اللوج بايب لاين، توتال بيد رومز، توتال رومز، دول اللي هم حاجات الرايت سكيود اللي محتاجينهم يبقوا نورمالي ديستريبيوتد محترمين، البوبيوليشن، الهاوس هولدز، الميديان انكم، الخمسه دول احنا هنعمل لهم لوج، هناخد لهم اللوج وهندخلهم في اللوج بايب لاين. بعد كده الكلاستر سيميلاريتي اللي احنا اتكلمنا عليه كتير فوق، اللي هو الكاستم ترانسفورمر، بنحتاج بس نديله اللاتيتيود واللونجتيود عشان لما يجي هو بيحسب الكلاسترز على حسب اللوكيشن، فعشان كده احنا بنديله اللاتيتيود واللونجتيود. بعد كده الكاتيجوريكال بايب لاين، احنا عندنا اللي هي التكست اتريبيوتس، ميك كولوم سيلكتور دي تايب انكلود اوبجكت، اللي هو ان احنا في ميك كولوم سيلكتور دي احنا بس بنقول له اي كاتيجوريكال اتريبيوت في الداتا سيت اعمل له كاتيجوريكال بايب لاين. احنا ما عندناش غير واحد بس اللي هو الاوشن بروكسيميتي، فهو هيعمل كده الاوشن بروكسيميتي. بعد كده اخر حاجه الريميندر، اللي هي اي حاجه باقيه، اللي هو الوان كولوم ريمينينج، بس الكولوم الوحيد الريمينينج اللي هو الهاوسنج ميديان ايج، ده هيتعمل له ديفولت بايب لاين. بعد كده احنا كل بقى البايب لاين اللي هو البايب لاين اوف بايب لاينز، ده الكولوم ترانسفورمر يعني، لو جواه بايب لاينز كتير احنا جايين عاملين فيت ترانسفورم على الهاوسنج داتا سيت، جايين مطلعين هاوسنج بريبيرد. الهاوسنج بريبيرد دي داتا سيت جاهزه راجعين مدينا لماشين ليرنينج موديل. تعال نبص بقى نشوف ايه الاتريبيوتس اللي احنا اخترعناها. عندنا البيد رومز ريشيو، عندنا الرومز بير هاوس ريشيو، عندنا البيبل بير هاوس ريشيو، عندنا اللوج بتاعت الحاجات توتال بيد رومز مش عارف ايه. تعالوا بقى نشوف على الحاجات اللي هي الموضوع اللي احنا عملناه بتاع الار بي اف والكي مينز. بص يا باشا، عندنا كام اتريبيوت؟ عندنا 10 اتريبيوتس. جيو كلاستر زيرو سيميلاريتي، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الار بي اف، الار بي اف بتاع كلاستر زيرو. عملت كيمينز كلاسترنج وفي سنترويد في كلاستر زيرو، ده الار بي اف بتاعه. وال1 وكلاستر 1 وكلاستر 2 وكلاستر 3 وكلاستر 4 وكل الحاجات دي. وبعد كده عندنا الكاتيجوريكال اتريبيوتس اللي احنا قلنا بنعمل في الكاتيجوريكال ايه، انا نسيت من كتر الحاجات. كان فين الكاتيجوريكال؟ كنا عملنا ديفينيشن فوق. بنعمل له وان هوت انكودنج، بس بنعمل امبيوتيشن بالموست فريكونت بنعمل له وان هوت انكودنج. فانت لما جيت عملت هنا وان هوت انكودنج، احنا كان عندنا كام حاجه للاوشن بروكسيميتي. تعال نبص اوشن بروكسيميتي، كان في نير باي less than 1 hour to the ocean, inland near ocean. تعال نبص عليهم فوق عشان الفاليو كاونتس دي مش مبينه الدنيا. هما كانوا حاجه كام حاجه اللي هي بالفاليو كاونتس، 1 2 3 4 5، يبقى عندنا تحت خمسه، خمسة اتريبيوتس جداد لما تعمل لهم 1 هوت انكودنج. ادي واحد ده بتاع less than 1 hour to the ocean، واحد بتاع الانلاند، واحد بتاع الايلاند، واحد بتاع مش عارف ايه. خمسة اتريبيوتس بتاعتنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واخر حاجة خالص الميديان هاوسنج ايج. اخترعنا داتا سيت جديدة كليا. الموضوع كان كبير، الموضوع كان متعب. انا محمود باشا، وهنا داتا ساينس بالمصري. شكرا.